السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدر. النهارده ان شاء الله هنرد على سؤال الجنه في التعليق عشان الناس كلها تستفاد زي ما عودناكم في كل فيديوهاتنا ان شاء الله. وطبعا بضيف بعض المعلومات لو اي حد عايز يعرف اي حاجه عن الماعز يكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليه في فيديو عشان الناس كلها تستفاد ويبقى جزاك الله خير اللي انت ضفت لنا بعض المعلومات اللي احنا ما كناش عارفينها. هتقول لي ازاي يا عم احمد انت مش عارفها وطالع تقول عليها؟ لو انت سالت سؤال انا مش عارفه فبضطر ابحث عنه واقرا فيه كتير لحد ما انا استفاد واعرف وبعد كده اطلع اقدمه للناس فالناس كلها تستفاد. يعني سؤالك او تعليقك معانا في القناه بيفيد الناس كلها واولهم انا بستفاد برضو زي الناس اللي متابعانا بالظبط. طيب السؤال بيقول ايه يا عم احمد؟ السؤال بيقول لو النتايه عشر والجدي يلقحها هل ده فيه ضرر عليها ام لا؟ طيب مبدئيا كده بالراحه عشان المعلومه توصل للناس كلها. التلقيحه للنتايه المتعشره ما فيهاش اي مشكله وده ما يعملهاش اي حاجه، تمام؟ ازاي بالراحه كده عشان في تلقيحه تعمل مشكله وفي تلقيحه ما تعملش. لو النتايه دي عشر وده لقحها حلو مره تاني مفيش اي مشكله. حلو الكلام؟ طيب لو النتايه دي عشر وهما الاثنين لوحديهم او معزتين وهو معاهم ايه اللي يحصل؟ طبعا هو الخصوبه عنده تبقى عاليه هيفضل يجري وراها كل يوم وهي مش هتقف، فمن هنا ممكن يعمل لها عمليه اجهاد مش من التلقيح لا من الجري وراها والنط فوق ظهرها، من هنا يحصل عمليه الاجهاد مش من التلقيح نفسه. التلقيح نفسه لو هي وقفت وهو لقحها مفيش اي مشاكل ولا اي ضرر، بس لو هي فضلت تجري وهو يجري وراها ويفضل ينط على ظهرها وتنزل ويفضل يعمل كده زي المعيز الزرايبي او المعيز البلدي فمن هنا يعمل لها عمليه اجهاض على طول. حلو الكلام؟ بس لو معاه 10 15 معزه اكيد مش هيفضل يجري ورا واحده بس، تمام؟ بس لو معزتين بس هيفضل يجري ورا واحده فيهم لو هي عش ممكن يحصل لها عمليه الاجهاض. فانت لو عندك معزتين بتربط الجدي في اي حته موجوده عندك عشان ما يفضلش يجري وراهم. طيب عندك 15 20 لا انت بتسيب الجدي هو طبعا بيسيب دي وبيروح لدي وكده، تمام؟ يا رب تكون المعلومه وصلت. ان شاء الله حضرتك لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا ما تنساش اشتراك للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.